حلقتنا النهاردة هنتعلم جمل بنستخدمها في التعليم والدراسة والجامعة. أهلا بيكم في قناة ساندويتش إنجليزي، القناة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. إحنا بناخدك من البداية للاحتراف، بنخليك تتعلم كل الجمل الجاهزة اللي ممكن تقولها في حياتك وفي كل المواضيع. ومش موضوع واحد ولا حلقة ولا 2، لأ، إحنا بنقسم الموضوع على كذا حلقة عشان ناخدك فيه من البداية للاحتراف. تابع معانا الفيديوهات كل يوم، ووعد مننا هنخليك تتكلم بطلاقة. جرب وشوف بنفسك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. الجملة الأولى هي I have a lecture at 9 a.m. هقولها مرتين بالنطق الأمريكي. I have a lecture at 9 a.m. I have a lecture at 9 a.m. معناها بالمصري أنا عندي محاضرة الساعة 9 الصبح. بالنسبة لتركيب الجملة، I يعني أنا، have يعني عندي أو أمتلك، a lecture يعني محاضرة، at 9 a.m. يعني الساعة 9 الصبح. البدايل اللي ممكن تقولها بدل الجملة دي I am attending a lecture at 9 أو my class starts at 9. كلهم بيدوا نفس المعنى، إن عندك محاضرة أو حصة الساعة 9. أول بديل I am attending a lecture at 9. I am يعني أنا، attending يعني بحضر أو بكون موجود في المحاضرة. وهنا التركيب بيبين إنك في حالة فعل مستمر، يعني أنت دلوقتي أو هتكون بتشارك في المحاضرة. A lecture زي ما قلنا يعني محاضرة، at 9 يعني الساعة 9. يبقى الجملة كلها معناها أنا بحضر محاضرة الساعة 9. نكمل على البديل التاني اللي هو my class يعني الفصل بتاعي أو الحصة بتاعتي. starts يعني تبدأ أو تبتدي. فالجملة كلها لما نقول my class starts at 9 معناها الحصة بتاعتي بتبدأ الساعة 9. I am working on my assignment. I am يعني أنا، working on يعني بشتغل على، my assignment يعني الواجب أو التكليف الدراسي بتاعي. assignment يعني واجب أو مهمة دراسية. استخدام on هنا مهم عشان يوضح إنك شغال على حاجة معينة. لما تقول I am working my assignment من غير on، الجملة بتبقى مش واضحة أو مش طبيعية في الإنجليزي. working on معناها إنك شغال على حاجة محددة أو بتشتغل عليها بشكل مستمر. يعني بالعربي أنا بشتغل على الواجب بتاعي. لو شلت on، الجملة مش هتكون سليمة لغوياً في الإنجليزي. I am working on my assignment ممكن تعبر عنها بطرق مختلفة، زي البديل الأول I am doing my homework. نشرح ترتيب الجملة. I am يعني أنا، doing يعني بعمل أو بأدي، my يعني بتاعي، homework يعني الواجب المدرسي. يبقى الجملة معناها أنا بعمل الواجب بتاعي. I am finishing up my task. finishing up معناها بخلص أو بقفل الحاجة اللي شغال عليها. my task يعني المهمة بتاعتي. يبقى الجملة كلها معناها أنا بخلص المهمة بتاعتي. كلمة finishing up معناها بخلص أو بأتم المهمة بتاعتي. لما تضيف up بعد finishing بتدي إحساس إنك قربت تخلص الحاجة خالص. finishing up my task يعني بخلص المهمة بتاعتي أو بتممها دلوقتي. ده بيدي انطباع إنك تقريباً قربت على النهاية. لو the deadline is tomorrow معناها الموعد النهائي بكرة. هقولها مرتين بالأمريكان accent. The deadline is tomorrow. The deadline is tomorrow معناها بالعربي الموعد النهائي أو آخر ميعاد هو بكرة. بالنسبة للتركيب، the deadline يعني الموعد النهائي أو آخر ميعاد للتسليم. is يعني يكون أو هو. tomorrow يعني بكرة. الجملة كلها بتقول إن آخر ميعاد لتسليم الحاجة هو بكرة. ممكن تقول بدلها it's due tomorrow. هنا it's معناها it is، ودي بتشير للحاجة اللي المفروض تتسلم زي الواجب أو المشروع. due معناها مستحق أو المفروض يتسلم. tomorrow يعني بكرة. فالجملة كلها بتقول إن الحاجة دي المفروض تتسلم بكرة. كلمة due معناها مستحق أو مطلوب في وقت معين.
لما تقول it's due tomorrow يعني الحاجة دي لازم تتسلم بكرة. بمعنى تاني الموعد النهائي هو بكرة، يعني بالعربي مطلوب التسليم بكرة أو الميعاد النهائي بكرة. الكلمة دي مهمة جدا لما بتتكلم عن تسليم الواجبات أو المشاريع. الجملة البديلة هي I need to submit it by tomorrow. بالنسبة للتركيب I need يعني أنا محتاج أو أنا لازم. To submit يعني أقدم أو أسلم. It يعني الحاجة اللي بنتكلم عليها. By tomorrow يعني قبل أو عند ميعاد بكرة، بمعنى إن الموعد النهائي هو بكرة. الجملة كلها معناها أنا محتاج أسلم الشغل ده قبل بكرة أو بكرة بالكتير. كلمة submit معناها تسلم أو تقدم حاجة زي واجب أو مشروع. أما استخدام by tomorrow مش tomorrow بس، فده معناه إن عندك لحد نهاية بكرة لتسليم الحاجة. لكن لو قلت tomorrow بس فده معناه إن لازم التسليم يكون في أي وقت بكرة. استخدام by بيدي انطباع إنك ممكن تسلم في أي وقت لحد نهاية اليوم. I am writing my thesis. هقولها مرتين بالأمريكان accent. I am writing my thesis. I am writing my thesis. معناها بالعربي أنا بكتب الرسالة بتاعتي. الثيسس أو الثيسس هي الرسالة العلمية اللي بتكتبها في الجامعة. عادة بتكون رسالة ماجستير أو دكتوراه. بالنسبة للبدايل أو البديل I am working on my research paper. research paper يعني ورقة بحثية أو بحث، فالجملة دي معناها أنا بشتغل على البحث بتاعي. استخدام working on مهم عشان يوضح إنك شغال على حاجة معينة. لو قلت I am working my research paper من غير on الجملة بتبقى مش واضحة وصعب تتفهم. working on معناها إنك بتشتغل أو بتحضر في حاجة معينة اللي هي البحث بتاعك. تاني بديل I am drafting my dissertation. drafting يعني مكتب مسودة أو ببدأ أكتب. dissertation هي برضو رسالة علمية بس غالبا بتكون للدكتوراه، فالجملة دي معناها أنا بكتب مسودة الرسالة بتاعتي. This is my last semester. هقولها مرتين بالنطق الأمريكي. This is my last semester. This is my last semester معناها بالمصري ده آخر ترم ليا. بالنسبة للبدايل البديل الأول I am in my final semester يعني أنا في آخر ترم ليا. البديل الثاني I am graduating this term يعني أنا هتخرج الترم ده. لما تقول I am graduating this term يعني أنا لسه ما اتخرجتش بس هتخرج الترم ده، فالجملة دي بتوضح إنك قربت على التخرج لكن لسه ما خلصتش. لو كنت متخرج خلاص كنت هتقول I graduated بالماضي، لكن لما تقول I am graduating ده معناه إنك في مرحلة التخرج حالياً. I live on campus. I live on campus معناها بالعربي أنا ساكن أو عايش في الحرم الجامعي. استخدام on هنا مهم لأنه بيوضح إنك عايش جوه الحرم الجامعي نفسه. campus يعني الحرم أو المكان اللي فيه مباني الجامعة زي السكن الجامعي أو الفصول الدراسية. لو قلت in campus مش هتكون دقيقة في الإنجليزي، لأن المقصود إنك عايش جوه الحرم مش جوه مبنى معين. البديل الأول اللي هو I stay in campus housing معناها أنا ساكن في سكن الجامعة. campus housing يعني المباني اللي مخصصة لسكن الطلاب جوه الحرم. استخدام I stay in campus housing معناه إنك بتسكن في سكن طلابي جوه الحرم الجامعي. stay in معناها تقيم أو تسكن لفترة، فcampus housing معناها السكن الجامعي. لما استخدمت stay in بدل live on فده بيديك إحساس إنك مقيم لفترة معينة مش إقامة دائمة، لكن في الحالتين المعنى إنك عايش جوه الجامعة. البديل الثاني I live in a dorm on campus معناه أنا عايش في سكن طلابي جوه الحرم الجامعي. live in يعني أعيش أو أقيم. a dorm هي اختصار لكلمة dormitory اللي معناها سكن طلاب، و on campus يعني داخل الحرم الجامعي. الجملة كلها معناها أنا عايش في سكن طلاب داخل الجامعة. كلمة dorm اختصار لكلمة dormitory ومعناها السكن الطلابي. ده المكان اللي الطلبة بيعيشوا فيه جوه الجامعة، وعادة بيكون عبارة عن غرف مشتركة أو فردية داخل الحرم الجامعي.
فبدل ما تقول dormitory كاملة ممكن تقول dorm كاختصار. إحنا لسه ما خلصناش الجمل، لكن هناخد شوية مفردات هتفيدنا في الحلقة. هنكمل الجمل في الحلقات الجاية. أول كلمة lecture. lecture هقولها مرتين. lecture معناها محاضرة. محاضرة يعني درس أو شرح في الجامعة. الكلمة اللي بعدها assignment. assignment يعني واجب أو مهمة لازم تعملها. الكلمة اللي بعدها deadline. deadline يعني آخر ميعاد لتسليم حاجة معينة. الكلمة اللي بعدها thesis. thesis يعني رسالة علمية بتكتبها في الجامعة. الكلمة اللي بعدها semester. semester يعني الفصل الدراسي أو الترم. الكلمة اللي بعدها campus. campus يعني الحرم الجامعي، المكان اللي فيه مباني الجامعة. الكلمة اللي بعدها professor. professor يعني أستاذ في الجامعة. الكلمة اللي بعدها classmate. classmate يعني زميلك في الفصل أو في الكلاس. tuition معناها المصاريف الدراسية. fees معناها الرسوم أو المصاريف. لما تقول tuition fees مع بعض المقصود بيها المصاريف الدراسية. بعض الناس بيقولوا tuition بس، وده بيكون مفهوم إنه خاص بالمصاريف الدراسية. لكن لو حابب تكون أوضح ممكن تقول tuition fees عشان تبقى واضحة إنها مصاريف دراسية شاملة. الكلمة اللي بعدها scholarship. هقولها مرتين. scholarship. scholarship معناها بالعربي منحة دراسية. دي فلوس أو دعم بيتقدم للطلاب عشان يساعدهم في مصاريف الدراسة. ممكن تكون المنحة بسبب التفوق الدراسي أو لظروف معينة. خلصنا حلقتنا، لكن هنلتقي في الحلقات الجاية بجمل أكتر وأحلى إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو مع أصحابكم وتدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. شكراً ليكم جداً.